رفقا بإخوانكم الأبطال المنتصرين في سوريا الحبيبة الأبية. الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرم إخواننا المجاهدين بفضل الله تبارك وتعالى وفتح عليهم سوريا، والحمد لله تحررت تماما من فضل الله عز وجل. والحمد لله الحمد لله الإخوة والأخوات خرجوا من السجون، وفضايح بقى النظام واللي كانوا مؤيدين له الله يلعنهم جميعا يا رب. فالحمد لله ان ربنا نصر الاخوه وانتصروا بفضل الله تبارك وتعالى. حذرت كثيرا وما زلت احذر من الرويبضه. الرويبضه، ايه الرويبضه دول؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ستكون سنون خداعه يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الامين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. الحديث ده رواه الإمام أحمد بصيغتين ورواه ابن ماجه. الصيغتين في الإمام أحمد الرويبضة، لما قيل مين الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل الفاسق يتحدث في أمر العامة. دي الرواية الأولى. الرواية الثانية الفويسق يتحدث في أمر العامة. رواية ابن ماجه الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. حدث حصل يهم المسلمين كلهم، مين اللي يطلع يتكلم؟ رويبضة. فاسق فويسق تافه، دول بيتكلموا من دماغهم وما تعرفش مين دول وقابضين ولا لا، وايه الهدف من اللي بيعملوه. صدق الله القائل سورة الأنعام: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وفي نفس سورة الأنعام: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما هي المصيبة النهاردة للأسف؟ يعني أي تافه يعمل له قناة وابتدي بقى يحلل ويقول أنا مين وأنت إيه. ده إيه ده؟ في فلوس اصلي، مش فلوس باللي بيشغلوهم، لا، ممكن يكون هو شغال قطاع خاص لوحده، بس عايز مشاهدات، عايز ناس كتير تتفرج عليه، فعشان ايه؟ اليوتيوب يديله ان شاء الله ياخد في جنابه باذن الله. فتلاقيه بقى ايه؟ يروح جايب عنوان كده يعني يشدك ويخليك تخش، هو عايز يجيب رجلك. المهم يعني الخلاصه يا اخوه الله يكرمكم ما تسمعوش لاي هبل واي عبط، الله يكرمكم يا رب. لان مثلا عندي معلومات طبيه كتيره جدا جدا في حياتي من اللي انا شفته مع اولادي ومع احفادي، عندي معلومات طبيه كبيره، لكن انا طبيب اعمل عمليه لعيان اوصف علاج له؟ لا 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 لا. عندي معلومات. كذلك ممكن تلاقي واحد عنده معلومات في الدين كويسه، حافظ شويه من القران من الاحاديث، عنده معلومات يعني من المعلوم من الدين بالضروره، لكن مش شيخ. بص يا اخوه، انا قلت ارجوكم يعني خليكم حنينين كده وبالراحه مع اخوانكم المجاهدين المنتصرين. ليه؟ لو انا دلوقتي مثلا كان عندي شقة وسبتها مثلا 50 سنة، تخيل، مقفولة، وجيت ارجع لها بقى، اول ما هفتح بالمفتاح وازق الباب كده، طبعا الباب بالعافية عبال ما يتزق، هلاقي ايه؟ تعابين، براس، فران، صراصير، عنكبوت، تراب. تبدأ بايه؟ اول ما ابدا اقعد اشيل التراب ايه يا حاج؟ شوف التعابين دي الاول، اهم شيء التعابين دي، وبعد كده شوف بقى البراس، وبعدين تشوف الفئران، بس كان في عقارب، واحده واحده، وبعدين شيل بقى الايه؟ التراب، ونظف وامسح واكنس. ده هياخد وقت قد ايه؟ اول ما اخش كده على طول فئران تعابين كله بالراحه. عشان كده قلت لكم رفقا باخوانكم، بالراحه عليهم، بالراحه. كل واحد طالع يا اخوه الموضوع الفلاني والموضوع يا سيدي ماشي كل واحده بس. نبدا الاول بايه؟ بالتعابين. نبدا بالتعابين الاول. فاللي حصل في سوريا واخوانكم داخلين يحرروها من يا اخوانا انا قلت لكم سوريا دي قبل كده والله العظيم، انا معانا الاخوه هنا واللي شفتهم في امريكا اقسم بالله حكايات لولا انهم صادقين ما الواحد يصدقها. احنا بس يا اخوانا الله يكرمكم احنا داخلين شقه زي ما قلت لك تعبين وبراس وفران، واحده كده، ونبتدي ان شاء الله. والله العظيم اللي هيقول لي بقى عفى الله عما سلف، نطوي صفحه، معلش يا شيخ عايز
طب انا مش هتكلم عشان مش عايز اغلط. حسبنا الله ونعم الوكيل في لحم ودم وعظم كل اللي بيقول الكلام ده. اصل ده مروق. انا بسميهم دول مشايخ فافي، مشايخ كيوت، حلوين قوي، حلوين من يومنا ولا وقلوبنا كويسه. ده بقى شاف امه كده مثلا وهي بتموت وبتقطع قدامه، ده شاف مراته بتغتصب قدامه، ده شاف عياله اللي رباهم حبايبي اللي في حضنه دول بيتقطعوا. لا طبعا قاعد مروق عشان كده نطوي صفحه. والله مساله. لا اوعوا تسمعوا لهم دول، اوعوا تسمعوا لهم. في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ايوه اللي طالع لي واحد يقول لك المسلم لا ينتقم. لا يا اخويا بننتقم. انت مروق. انت ما انت من الشيوخ الفافي، الشيوخ الفافي بتوع الملبن. لا ننتقم. ايوه الله تبارك وتعالى لما كلم النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله تبارك وتعالى يقول بقوه المسلم يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. وان شاء الله باذن الله بعد ما يخلص الامر ده في كلام. ايوه طبعا في كلام. وارجو من اخواني بقى انهم يفوقوا شويه بقى، لان الكفره اللي كانوا موجودين دول كرهوكم في بعض. اخ سوري بيقول لي يعني للاسف يا شيخ كان بعض القرى بتبقى كارهه بعض وبعض البلاد مش طبعا، لان ربنا قال في سوره القصص ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم. طائفه يعني ايه؟ حتت كده يعني. اللي طلع منها بعد كده المثل اللي بيقول فرق تسد. عايز تسد على ناس لا مش هينفع، دي مجموعه دي قطعهم حتت فرق تسد. لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره الانفال واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ايه ريحكم؟ يعني قوتكم. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين جميعا يا رب العالمين، ومن ايدهم ومن مولهم ومن اعانهم ومن ساعدهم ومن رضي عن فعلهم. اللهم انتقم منهم جميعا شر انتقام.